مرحبا بكم. نزل الرأي العام السعودي ضاجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القصة المأساوية التي هزت المجتمع في نحر عنق الطفلة لميس على يد خادمة أثيوبية قبل يومين. كاميرا يا هلا كانت في حوطة بني تميم لتقديم واجب العزاء، ووافانا الزملاء بهذا التقرير. حوطة بني تميم 160 كيلو عن العاصمة، بدأت فيها معاناة جديدة. لميس قصة يسجلها التاريخ السعودي في مسلسل الجرائم المتكررة للخدم. هي طفلة بعمر الزهور كان ينتظر والدها بكل أمل إدخالها المدرسة بعد إتمامها هذا العام سن السادسة. تجرأت هذه الخادمة لنحر عنق لميس في دورات المياه. هنا في هذا المنزل وئدت أجمل أحلام هذا الأب المكلوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله أولا وآخرا. اللهم كما أخذت فقد أعطيت، وكما ابتليت فقد عافيت، فلك الحمد. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، أنت الحمد ومستحقه. عندك سؤال؟ القصة هذه العاملة كانت في المنزل منذ تقريبا حوالي 9 أشهر، وأول ما قدمت حوالي أسبوع أو أسبوعين ظهر منها عدم الرغبة في العمل، فقلت لها بصريح العبارة أنني على استعداد نسفرك غدا، وكان الكلام هذا يوم الأربعاء، فأخذت أهبتي على أن أسفرها يوم السبت، فإذا به يوم الخميس تأتي وتعتذر وتقول أنا آسفة، أنا كنت تحت ضغط نفسي وأنا أريد أن أعمل معكم. التفاصيل: بينما كانت عائلة الأسرة تتناول طعام العشاء، لاحظت اختفاء الطفلة لميس عن الأنظار، وعند البحث عنها وجدت غارقة في دمائها في إحدى دورات المياه. وعندما شاهدت والدة الطفلة ابنتها في بحر من الدماء انهارت وأغمي عليها، وتم الاتصال بالشرطة التي حضرت لموقع الجريمة. شاهدتها لكن على غير العادة لم أقبلها ولم تقبلني، فقد أتيت الليلة التي قبلها متأخرا حوالي الساعة 2 من الرياض، ووجدتها نائمة، وخرجت أنا صبيحة اليوم قبل أن تستيقظ، ولم أرجع إلى البيت إلا قبيل العصر، فوجدتها قد للتو استيقظت من النوم، فلمحتني بعينها ولمحتها بعيني، لكنني لم أقبلها ولم تقبلني. الله يغفر لها ويرحمها إن شاء الله. كان من عادتها منذ أن تسمع السيارة تقف عند الباب، فإذا هي تسابق سلمان من أجل أن تقبل رأسي، ومن أتى متأخرا قبل أخيه في تقبيلي بكى وتأسف وزعل على أخيه.
وتم القبض على الجانية، وإجراءات التحقيق مستمرة تستكمل تصادق شرعا بإذن الله. وجودنا اليوم هنا ما هو للجوانب الرسمية اللي تمت، والحمد لله كانت يعني على الصورة المطلوبة. شكرا للزميل فيصل القفيدي الذي وفانا بهذا التقرير، وأحسن الله عزائك يا أبو سلمان وعوضك خير في هذا المصاب. احنا حقيقة ما نعرف يعني كم حالة زي لميس ممكن تصير مستقبلا، إلى متى التقاعس الفج هذا اللي قاعدين نشوفه بين فترة وفترة تجاه بعض الجنسيات وبعض التصرفات الفردية. كثرت المطالبات يعني حول الجوانب النفسية والكشف على الجوانب النفسية للخدم اللي يجون من بعض الجنسيات، وهذا ما هي رسالة عنصرية، لكن احنا نتكلم لأنه الناس هذه راح تدخل بيوتنا، راح تؤتمن على أطفالنا، لكن يبدو أنه لا حياة لمن تنادي. فاصل.